في ملخصنا النهاردة تفتكروا هنكتشف إيه عن عمة حراء؟ وإيه اللي هيخلي حراء ترجع من عندها بعد ما كانت ناوية تفضل هناك طول الليل؟ وإيه اللي هيحصل لكنان؟ أو مين هيكون السبب فيه؟ وإيه هيكون رد فعل لقاء لما تعرف اللي حصل لأخوها؟ كل ده وأحداث تانية كتير هنلاقيها في ملخصنا النهاردة، فتابعونا للنهاية. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو أو نشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بسعادة وهي واقفة تتكلم معاهم بعد ما ادتهم الهدية، أو بتكون عايزة تشرب فبتطلب عفيفة من جلنور المية، لكن سعادة بتقول لها إن هي عايزة تشرب المية من إيد بنت أخوها، أو بتروح حراء تجيبها لها. بتفضل تشرف على تجهيزات جلنور وهيلسا وهي مبسوطة ومتحمسة إن عمتها تاكل من الأكل اللي هي حضرته، فبتقول لها جلنور إنها لو كانت مكانها ما كانتش قامت وكانت هتنسى إنها عبدة. فبتقول لها حراء إن اللي هياكل من الأكل أكتر شخص هي بتحبه في العالم، وإن سعادة هي عيلتها الوحيدة، علشان كده بتجهز كل حاجة بنفسها. بيقعدوا كلهم ياكلوا من الأكل اللي حراء عملته، أو بتفرح سعادة جدا لما بتعرف إن حراء اللي حضرت لها الأكل، أو بتاكل وهي مبسوطة من مهارات بنت أخوها، أو بيقعدوا يتكلموا سوا. بنرجع لأصلي اللي بتفضل تدور في مكتب أورهين أو في جهازه على الفيديو اللي هو قالها عليه، لكنها مش بتلاقيه. فبتروح السكرتيرة تطلب منها تخرج من المكتب قبل ما حد يجي يشوفها، أو بتقوم تمشي وهي متعصبة جدا لأنها مش قادرة توصل لأي حاجة لحراء. أو بتروح مريم وكنان لبيت السواق القديم بتاع هالكي علشان يسألوه عن وضعه، فبيقول لهم إن هالكي كان شخص طبيعي جدا بس في آخر أيامه كان مريض وكانت تصرفاته غريبة. فبيحس كنان إن ولاد أخو هالكي اشتروه أو بيكون مش مصدقه. بنرجع لأورهين اللي بيكون قاعد باصص على حراء وعمتها، وبيفتكر لما قال المعلم يعقوب إن هو مش هيقول لحراء حاجة غير لما يتأكد إن عمتها شخص كويس علشان ما تمرش بأيام صعبة. بيسأل سعادة عن اللي خلاها ما راحتش تدور على حراء في أفريقيا، فبتقوله إنها عرفت إن التلاتة ماتوا أو ما كانش عندها القدرة تروح تشوف بنفسها، أو بتتأثر حراء جدا بكلامها. بنرجع لمريم وكنان اللي بيروحوا يسألوا أكتر من شخص في المدينة وكلهم بيقولوا نفس الحاجة، بس كنان بيبقى متأكد إن هالكي كان سليم. أو بتلاقي مريم فريحة بتكلمها علشان نفس مش راضية تاكل من غيرها، فبتكلمها مريم بس نفس بتفضل مصممة أو مش بترجع في رأيها غير لما كنان هو اللي بيكلمها. أو بعد ما بيقدر يقنعها بيروحوا يركبوا علشان يمشوا. بنرجع لسعادة اللي بتحكي لهم عن ماهر والد حراء، أو بتقول لهم إنها كانت بتحب أفريقيا جدا بس عمرها ما راحت هناك وكانت بتدير مراكز للشباب فيها. أما ماهر فكان دايما بيحب يزور أفريقيا لأنه اتعلق بيها. فبيسألها أورهين ليه ما حاولتش تمنعه، فبتقوله إن ماهر كان صعب جدا في القناعة وإنها حاولت كتير لكن من غير فايدة، بس لو كانت تعرف إن دي آخر مرة هيروح فيها ما كانتش هتوافق إن هو يروح. بتعتذر لهم عن تأثرها، أو بتقول لحراء إنها تفضل جنبها من هنا ورايح، أو مش هتسمح لأي حد يزعق لها أو يزعلها، وهتحاول تعوضها عن كل اللي عاشته على قد ما تقدر. فبيقوم أورهان يرد على التليفون، وبتوصل أصلي اللي أول ما بتعرف إن سعادة عمة حراء بتقعد وهي مصدومة من حظها. أما كنان ومريم فبيكونوا سألوا المدينة كلها عن هالكي وكلهم قالوا إن هو كان تعبان في آخر أيامه. أو بتفقد مريم الأمل، أو بتقوله إن هما كده مش هيبقى عندهم إثبات لكلامهم. فبيقول لها كنان إن أكيد هيطلع لهم دليل أو يلاقوا شخص كويس، وبيركبوا علشان يمشوا. أو بتكون في ست عجوزة واقفة، وأول ما بتشوفهم بترمي نفسها على العربية علشان توقفهم، أو بتقول لهم إن عندها معلومات عن هالكي ممكن تفيدهم بيها. بتكون أصلي قاعدة غيرانة ومتضايقة جدا أو مش قادرة تقعد ساكتة، فبتقول لسعادة إنها متفاجئة جدا إن حراء بنت أخوها، لأن حراء أول ما جت كانت مجرد عبدة وأورهان جابها معاه علشان صعبت عليه مش أكتر. بعد كده اتجوزها على طول وهما ما كانوش قابلين الجوازة دي بس اتعودوا عليها. فبيقول لها أورهان اللي خرج من المكتب وسمعها إن هو متأكد جدا من قرار جوازه بحراء وإنه أكتر قرار صح هو أخده. بتبص سعادة الأصلي أو بتقول لها إن أورهان كان قافل قلبه لحد ما لقى حراء، علشان كده ما كانش ملاحظ البنات اللي هتموت عليه، وبتتحرج أصلي جدا أو بتقوم تطلع لأوضتها. بنرجع لكنان ومريم اللي بيقعدوا يتكلموا مع العجوزة اللي وقفتهم واللي بتأكد لهم إن هالكي كان شخص سليم جدا وإن قرايبه مفكروش مرة واحدة يجوا يبصوا عليه، أو بعد ما مات بقوا يجوا علشان يلموا كل حاجة تخصه ويتفقوا مع كل الناس على اللي هيعملوه، واللي يرفض يساعدهم بيرموه بره القرية. أو بتقوم تديلهم الجرايد اللي كان هالك بيقراها علشان لو ممكن تساعدهم في حاجة.
بيفضل كنان ومريم باصين عليها وبيلاقوه حالل كل الكلمات المتقاطعة اللي فيها. بيفرحوا جدا علشان كده هو شخص سليم. بتسأله مريم هيثبتوا ده ازاي، فبيقول لها ان هو عنده وثيقة مكتوبة بخط ايده يقدر يستخدمها كإثبات. بتروح العجوزة تقول لهم ان معاها حاجات تانية خدتها خبتها، بتقوم علشان تجيبها لهم. بيكون أورهان بيتكلم مع رائد علشان يعرف آخر حاجة وصل لها في بحثه عن سعادة، بيقول له رائد إن سجل سعادة نظيف جدا ومفيش أي حاجة مريبة. فبيطلب منه أورهان يكمل بحث ويبلغه بأي حاجة أول بأول. بترجع العجوزة وتديهم دفاتر هالكي اللي بيكون كاتب فيها كل حاجة بخط إيده عن الميراث. بيفرح كنان جدا بيها لأنهم كده مستحيل يخسروا القضية. بدخل حراء لأورهان فبيروح يعتذر لها إن كانت سبب لها بأي زعل في يوم زي ده. بيكون عايز يقول لها إنها بريئة، خصوصا بعد ما عرف إن سجل سعادة نظيف، لكنه ما بيقدرش يصارحها. أما أصلي فبتكون اتجننت خالص وعايزة تنزل تقول لعفيفة قدام سعادة إن حراء هي اللي قتلت نهان. بتفضل بريهان تمنعها، وآخر ما بتزهق منها بتضربها بالقلم علشان تهدى. بتفضل أصلي تعيط وهي مش قادرة تتحمل أكتر من كده. بتقوم مريم تحضر الشاي. بتكون العجوزة فاكراهم متجوزين، فبيبصوا لبعض هما الاتنين. بتقول لها مريم إن هما مجرد جيران وزمايل في الشغل. بيفضل أورهان قاعد مستني مكالمة من رائد، بيتمنى إن رائد يقوله إن في حاجة غلط علشان يكون ليه عذر يخلي بيه حراء جنبه. بس للأسف رائد بيقوله إن هو دور على كل معلوماتها وسجلها نظيف تماما مفيش حاجة غريبة فيه أو ملفتة للانتباه. فبيأمروا أورهان يوقف بحث عنها خلاص، وبيقطع الأسورة اللي حراء عملتها له. بيمسكها وهو حزين جدا. بتخرج مريم وكنان علشان يمشوا، فبتقول العجوزة لمريم إن كل حاجة بينهم هتتحسن. بيكون قصدها هي وكنان. بتكمل وبتقول لها إنها بتعرف القلوب متأكدة إن في يوم هيحلوا كل خلافاتهم. فبتخرج مريم لكنان وبتقوله إن هو سألها لو كانت ندمانة ولا لأ، بيوصلها كنان. فبتقوله إنها ندمانة على رجوعها للحي وعلى شغلها معاه وحتى على إنها معاه دلوقتي. بيكون أورهان واقف مع حراء علشان يقول لها إنها بريئة مش عارف يجيبها لها إزاي. بيقطعوا اتصال من رائد يقوله فيه إن هو اكتشف إن سعادة راحت أفريقيا قبل كده معاه صورتها هناك. فبيطلب منه أورهان يبعتها، بيروح يقول لحراء إن الأسورة بتاعته اتقطعت وعايزها تصلحها. بعد ما بتخرج بيفضل باصص لصورة سعادة وهو حاسس إن وراها سر وهو لازم يعرفه. في الوقت ده بتكون عفيفة بتحكي لسعادة عن جدها الدمهري اللي شارك في الحروب زمان وقد إيه كان شخص معروف ومحبوب، لدرجة إن السلطان اداله خنجر هدية وهم لسه محتفظين بيه لحد دلوقتي. بتكون سعادة عايزة تشوف الخنجر، فبتقوم علشان توريه لها وبيرجع لهم أورهان. فبيروح هو مع سعادة علشان يعرف يتكلم معاها براحتهم. بيرجع كنان ومريم للمكتب وبيكونوا الاتنين متضايقين جدا مش عايزين يتكلموا ولا يبصوا لبعض بسبب اللي مريم قالته. بتفضل ندى تحاول تفهم ايه اللي حصل، لكن محدش فيهم بيرد عليها بيفضلوا مركزين في شغلهم. بنرجع لأورهان اللي بيوري الخنجر لسعادة وبتكون مبهورة جدا بيه. فبيسألها لو كانت راحت أفريقيا تاني علشان يديها فرصة تقوله، لكن سعادة بتقوله إن عمرها ما راحت هناك. فبيخرج لها الصورة اللي معاه بتبدأ سعادة تتوتر. بتقوله إنها محبتش تقول لحراء إنها راحت لأنها اليوم اللي راحت فيه اتخانقت هي وأخوها ماهر. بعد كده عمل الحادثة ما قدرتش تنقذه. بتقوله إن هو أكيد فاهم شعورها لأنه مر بنفس الموقف مع أخته نيهان. فبيقول لها إن هو فاهم قصدها ومقدر موقفها جدا. بتكون حراء قاعدة مع عفيفة اللي بتقول لها إن مش معنى إن سعادة تبقى عمتها يبقى هي كده هتغير رأيها وإنها هتفضل بالنسبة لها عبدة مش أكتر. بينزل أورهان وسعادة بيلاحظ إن حراء متضايقة. بتطلب منهم سعادة تخلي حراء تبات معاها، فبيوافق وبتطلع حراء علشان تجهز نفسها. بيكون كنان ومريم وندى قاعدين في المكتب وبتفضل ندى تحاول تتكلم معاهم علشان تخرجهم من السكوت اللي هم فيه بس من غير فايدة. فبتطلب من مريم تقوم تعمل لها أكل. بيلاقوا هاركة جاية فبيدخلوا المطبخ. بيسمعوها هي بتقول لكنان إن هو هيعزمها على الغدا تاني بسبب ظنه فيها. بتتصدم مريم إن كنان خرج معاها بيبان عليها الغيرة. بتجهز حراء شنطتها بتنزل هي وأورهان بتودع نور شاه وأورهان بتروح مع عمتها. وبتكون دي أول مرة حراء تبعد فيها عن أورهان وبيبقى متأثر جدا بغيابها لدرجة إن هو مش بيخرج من مكتبه خالص. ولما بتحضر له جنور القهوة بتكون مش زي القهوة اللي حراء بتعملها له، فبيخليها تروح تعمل واحدة تانية بس بتبقى هي كمان مش زي اللي حراء بتعملها له. بيتضايق جدا بيقول لجنور ما تعملش حاجة تاني. بيلاقي نفسه بعد شوية بيتصل بحراء من غير سبب، ولما بترد عليه بيتوتر. بيقول لها إن القهوة اللي جنور بتعملها مش زي بتاعتها
وبيسألها لو كانت علمتها تعمل القهوة ازاي، فبتقوله إنها هتكلمها تقول لها تعمل ايه، أو بيقفل معاها بالعافية، أو بيكون مش قادر ما يسمعش صوتها كمان. بيجي الليل، أو بيكون لسه قاعد في مكتبه بيخلص ورق مهم، أو بيقوم يبص من الشباك بيلاقي أصلي جاية تعرض عليه يطلعوا ياكلوا سوا، فبيقولها إن هو مش جعان. بتفضل تحاول معاه وتقنعه بكل الطرق اللي ممكن تخليه يقتنع، لكن أورهان بيرفض، أو بتخرج من المكتب وهي حزينة لأنها مش قادرة حتى تستغل غياب حراء وتتقرب منه. بيكون كنان ومريم وندى قاعدين مستنيين نتيجة الأوراق اللي بعتوها علشان يعرفوا الخط متطابق ولا لأ. أو بيتأخر الوقت جدا، فبتقوم ندى ترجع البيت، أو بتفضل مريم مع كنان، فبيقول لها تقوم تمشي قبل ما تندم إنها قعدت، فبتقوم مريم من قدامه علشان ما تتخانقش معاه. بيطلع أورهان الأوضة، وبيفضل يتخيل حراء في كل مكان، أو بيفتكر التحضيرات اللي كانت بتعملها وهي موجودة، أو بيكون عايزها ترجع في أقرب وقت، أو ما بيقدرش يقعد في الأوضة أكتر، فبينزل تاني لمكتبه. بيفضل كنان ومريم قاعدين مستنيين مكالمة المحكمة ليهم، لحد ما أخيرا بيجيله خبر إن النصوص اللي بعتها توافق عليها، وهيكون التقرير عنده بكرة. فبيفرحوا جدا، أو بيقوموا علشان يمشوا. بيفضل أورهان قاعد في مكتبه، وفجأة بيلاقي حراء واقفة قدامه ومعاها القهوة بتاعته، أو بيكون مش قادر يحدد هي حقيقة ولا بيتخيلها من كتر الصدمة والفرحة. أو بيسألها عن البيت اللي كانت عايشة فيه وهي صغيرة، فبتقعد حراء تحكي له بشغف قد إيه البيت كان جميل. أو بيفضل سامعها وهو مبسوط إن هو شايفها قدامه. بينزل كنان ومريم علشان يمشوا، فبيقول لها كنان بسخرية يا ريت ما تبقاش ندمانة على إنها استنت في المكتب كتريقة على اللي هي قالته. بتتضايق مريم جدا منه، أو بتسيبه علشان تمشي. أو فجأة بتحس بانقباض في قلبها، أو بتلف بتلاقي كنان مضروب برصاص، أو بيقع على الأرض، أو بتجري عليه وهي مرعوبة وبتصرخ. بتقف حراء تدي أورهان البوصلة بتاعت والدها كهدية ليه على اللي عمله معاها، أو بتكون دي أغلى حاجة عندها. فبيرفض أورهان ياخدها لأنه ما يستحقهاش، لكن حراء بتصمم إن هو ياخدها، أو بتخرج علشان تحضر له حاجة ياكلها. بتفضل مريم تحاول تفوق كنان أو تخليه يتكلم معاها، لكن من غير فايدة. فبتكلم الإسعاف بسرعة، أو بتحاول تمنع النزيف بإيديها لحد ما الإسعاف تيجي. بتدخل حراء تحضر الأكل لأورهان، أو بيروح هو كمان يقعد معاها في المطبخ لحد ما تخلص، لأنه بيبقى مفتقد جدا إن هو يشوفها قدامه وهي بتتحرك وبتمشي في البيت بحيوية. بتتوتر حراء من وجوده معاها، أو بتنسى هي حاطت الزعتر فين وهو قدامها أصلا. بيشاور لها عليه أورهان، أو بعد ما بتخلص بيقعد ياكل، أو بيديها تاكل معاه لأنها أكيد ما كلتش هي كمان. أو بتكون أصلي سامعاهم، أو بترجع أوضتها وهي متضايقة جدا من إن أورهان رفض يخرج معاها وقاعد دلوقتي ياكل في المطبخ. فبتقول لها برهان إن هي اللي مقدرتش تستغل غيابها، وبتطلب منها تسكت شوية لأنها عايزة تنام. بتوصل مريم مع كنان وممرضين للمستشفى، أو بياخدوه لأوضة العمليات، أو بتقع على الأرض وإيديها مليانة دم، أو بتفضل تعيط، أو بتوصل لقاء هي كمان وهي منهارة، أو مش متخيلة إنها تقدر تعيش من غير أخوها. أو بتقع على الأرض جنبها، أو ما بيكونش في حد قادر يسيطر عليها أو يهديها. بيفضلوا قاعدين مستنيين قدام أوضة العمليات علشان يطمنوا على كنان. وبتفضل مريم حاسة بالذنب بسبب الكلام اللي قالته له الصبح، أو بتبص على إيديها اللي مليانة دمه، أو بمجرد ما لقاء بتشوف دم أخوها على إيديها بتروح تمسكها وهي بتعيط. أو بتكون مريم فاكراها هتلومها وتحط الذنب كله عليها، لكنها بتتفاجئ بلقاء بتحضنها، أو بتشكرها إنها أنقذت حياة أخوها. أو بتفضل تعيط لحد ما بتتعب، أو بتكون مش قادرة تتنفس. بينادوا على أي حد يساعدهم في المستشفى، وبتتنقل لقاء لأوضة في المستشفى لحد ما بتفوق. أو بتفضل مريم وفريحة قاعدين معاها لحد ما بتوصل ندى والمعلم يعقوب، أو بتقوم ندى مع مريم علشان تخليها تغسل إيديها من الدم اللي عليها، أو تحاول تهديها. بنرجع لحراء اللي بتكون مش قادرة تنام من كتر الأحداث اللي بتحصل معاها، أو بتقرر تقوم تخرج من الأوضة وأورهان نايم، أو بتنزل تقعد في الصالون علشان تصلح له الأسورة. بيروح المعلم يعقوب يقعد مع مريم علشان يخليها تتحسن، وبيقعد يحكي لها قصة سيدنا يوسف لما إخواته رموه في البير، وكان فاكر إن هو كده مش هيقدر يطلع تاني، لكنه صبر ودعا ربنا ينجيه. ساعتها في ناس خرجوه، أو بعدها بقى ليه شأن كبير جدا في مصر، وإن كمان ربنا هينجيه بالصبر والدعاء. بتنزل نور شاه تقعد مع حراء لأنها هي كمان مش عارفة تنام، أو بتفضل تحكي لها أورهان كان عامل إزاي وهي مش موجودة، وقد إيه كان حزين ومتأثر بغيابها. أو بتخليها تحكي لها عن اللي هي عرفته عن أهلها. وبعد ما بتخلص حراء كلامها بتقول لها نور شاه وهي حزينة إنها ما قدرتش تعمل ذكريات مع والدها ولا حتى تفتكر عنه أي حاجة. بتهون عليها حراء وبتقول لها تيجي تتكلم معاها دايما وتحكي لها. أو بيقربوا البنتين جدا من بعض، أو بيكونوا كأنهم إخوات فعلا.
بتقوم نورشاه تطلع تنام، وبعد ما حراء بتخلص بتقوم هي كمان تحط الأرهان الأسورة جنبه بتروح تنام. لما أرهان بيصحى بيشوفها بيلبسها وبينزل يقف تحت، بتروح نورشاه تهزر معاه وتقوله إن هو أخيرا خرج من أوضته بقى مبسوط لما مراته الحبيبة رجعت تاني. بتكون أصلي سامعيهم، فبتطلع لحراء تصب غضبها عليها بتقول لها ما تنساش إنها قتلت نهان بسبب الأحداث اللي بتحصل، وإنها دايما هتفضل كده وهيفضلوا شايفينها كده. أما عند كنان بتخرج الدكتورة تطمنهم إن العملية نجحت بس هو لسه ما فاقش، فبتطلب مريم منها تدخل تشوفه بتاخدها علشان تستعد لدخول العناية. بتدخل تعتذر له عن اللي هي قالته والجرح اللي اتسببت فيه زمان، بتقوله إنها مش ندمانة على ذكرياتها وقصتها معاه ولا عمرها هتندم عليهم. وبتبص الناحية التانية وهي بتعيط، بيبان إن كنان فاق وسمع كل حاجة هي قالتها. وبنشوف سعادة وهي بتكلم ابنها وبتطلب منه يرجع تركيا فورا لأن في مشكلة دلوقتي بسبب أرهان اللي مركز معاها. وبنعرف إنها بتمثل الحب على حراء وإن عندها غرض تاني. مش بس كده، دي كان ليها إيد في موت أهل حراء في الحادث اللي تعرضوا له. بنرجع لحراء اللي بتخرج تعيط بره بسبب اللي أصلي قالته لها. بيخرج أرهان يسألها إيه اللي مزعلها، فبتقوله إنها زعلانة لأنها ما تستحقش أي حاجة هو بيعملها لأن نهان ماتت بسببها. بتركع تحت رجليه وهي بتعيط، فبيوطي يقومها وبيطلب منها ما تركعش تحت رجل أي حد تاني حتى لو كان هو. تفتكروا هيقول لها أخيرا إنها بريئة ولا برضه هيخاف إنها تبعد عنه؟ وإيه هيبقى السبب اللي خلى سعادة تقتل أخوها وتحاول دلوقتي تقرب من بنته؟ ومريم هتقول الحقيقة لكنان ولا لأ؟ كل ده وأحداث تانية كتير هنلاقيها في ملخصنا اللي جاي، فتابعونا للنهاية. اكتبوا لنا توقعاتكم انتم في التعليقات، وحابين نكمل المسلسل ولا ننزل لكم حلقات من مسلسلات تانية. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو علشان تدعموني وانزل لكم اكبر عدد من الملخصات. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ash.